اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بصوا يا حبايبي، احنا هنبدا الفيديو بتاعنا بروتين كده بسيط خفيف، يا رب يعجبكم. زي ما احنا شايفين بصوا يعني الصالون عندي مترتب ونظيف، ما فيهوش حاجه. فبس ده بقى تنظيف اسبوعي لازم اعمله. الاوضه دي عندي غاليه او عزيزه او زي قطعه الاثار كده، محدش بيجي جنبها خالص. احنا قعدتنا كلها في الانتريه او كده. هنا بقى الصالون يعني ايه عزيز شويه لما بيبقى في ضيف او كده. ماشي، فمحدش بيقعد فيه، فهو مترتب. بس طبعا بيبقى اكيد طبعا داخله تراب او في تراب. فبعمل له روتين اسبوعي كده. لازم ان انا وانفض الشباك وارتبه كده، واشيل السجاد خالص، اكنس وامسح وارجع كل حاجه مكانها على نظافه، بحيث ان هي تفضل طول الوقت نظيفه ما فيهاش تراب. فالروتين بتاعنا ان شاء الله بسيط ويعجبكم. تعالوا بقى نبدا مع بعض عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. الفيديو ان شاء الله باذن الله كده يعجبكم ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا هنفض الشباك الاول. ماشي، الشباك كده والستاره. بصوا انا قفلت الشباك بس لحد ما اخلص ترويق، وبعدين بقى افتحه يهوي شويه. ننفض بقى الصالون. بصوا يا جماعه، واحنا بننفض الكلام ده طبعا لستاتنا الحلوه، اكيد هم عارفين، بس برضو لازم اقول لكم يعني ما دام بنفض وبعمل معاكم روتين. واحنا بنعمل تنفيض كده للصالون او انتريه او اي حاجه، ضروري نشيله خالص من مكانه، المخدات والخضريات وكل حاجه، علشان خاطر برضو ايه نضمن ان هو كمان تحت نضيف. زي ما انتوا شفتوا كده، انا شلت دي خالص من مكانها اهو، انفض وارجعها مكانها تاني. بصوا عشان ما اطولش عليكم، هعمل الكنبه بتاعت الانتريه والكراسي وارجع لكم تاني بنفس الطريقه دي. بصوا يا اخواتي، بعد ما نفضت معايا حته نظيفه قطن فيها او اي فوطه عندك بتستخدميها في الحاجات دي. بليتها كده وغسلتها بحبه اريال عشان يبقى ريحتها حلوه، وحطيت معاها خل وبعدين عصرتها، يعني هي كده فيها الخل، غسلها يعتبر بالخل برضو. ماشي، همسح بيها بقى بصوا هوريكم هنا اهو. هشيل الفازه خالص. ماشي، انا عندي المفارش والستاير والحاجات دي بعملها روتين شهري، ان شاء الله برضو هعمله معاكم. كل يوم بالروق من على الوش، وفي الاسبوع بشيل السجاد وبكنس وبمسح، وفي الشهر بشيل بقى الستاير والمفارش. ماشي، فهو عندي المفرش نظيف، همسح بس الرخامه. ماشي، وكل بقى القطع الخشب اللي هي ايه باينه تمام. والفازه برضو بتاعتي اهي
الخل مطهر يا جماعه ومفيش منه اي ضرر كده، وبيلمع معاكي الحاجه وانت بتمسحيها. ماشي، فحلوه قوي. من جوه عشان فيه تراب برضو. الحاجات دي بغسلها شهريا زي ما قلت لكم في الروتين بقى، اللي هو ايه، الروتين العميق بتاع كل شهر. تمام. نفس اللي عملته هنا هعمله برضو في الطقطقه التانية او الترابيزه التانية، وعندي هنا 3 فوق بعض هعملهم برضو اوريهم لكم. اهو بصوا 3 اهم فوق بعض. برضو همسحهم بنفس الطريقه، هشيل المفارش وامسح الرخامه واظبط كل حاجه. تمام. انا قلت بس عشان ما اطولش عليكم هخلصهم وارجع لكم تاني. تمام كده يا جماعه. بصوا انا عملت اللي قلت لكم عليه كده، خلاص كل حاجه عندي نظيفه. انا بس عايزه اشيل الترابيزه دي ماشي، عشان هنشيل السجاده تقيله، بس ايه هنحاول. ماشي. لازم السجادة تتشال كل اسبوع ماشي، وتتمسح، ولازم تتنفض برضو الأوضة ونمسح كل حاجة فيها عشان خاطر بس التراب. بصوا فيها مع انها نضيفة وكل حاجة، بس فيها الفل. عارفين الفل؟ كانت الأولاد بتلعب بيه، كان باباهم جايب حاجة جديدة ليهم لعبة وفيها فل قاعد يلعبوا بيها. بصوا هما ما بيجوش يقعدوا هنا، بس ايه شكل حد فيهم ايه جه بيها يعني. ما بنقعدش فيها، بس اكيد يعني حد من العيال يعدي كده يجي كده، عشان كده لازم تتعمل على طول. بصوا الفل. نشيل بقى السجاده. بصوا كده انا شلت السجاده ماشي، ونفضتها كمان بره قدام باب الشقه. هكنس بقى عشان نمسح. وهنا عباره عن تراب هيرجع يعني هيطلع في ميه المسيح، واصلا مفيش. بصوا عشان ايديا فيها كل اسبوع فمفيش خالص هنا، دي عشان بس من السجاده، انما السيراميك نفسه مفيش. هقول لكم ليه مفيش تراب يعني في السيراميك البارز هنا اللي هو من غير سجاده يعني هنا، عشان الروتين اليومي بتاعنا. هعمل لكم روتين يومي، وانا بروق كل يوم اي جزء من السيراميك باين لازم امسحه يعني. وانا بروق كل يوم بكنس، ده الاساسي في الروتين اليومي كنيس. ولو في اي جزء من السيراميك باين معلوش سجاده بحب ان انا امسحه كده عشان يديني لمعه ونضافه. ده يوميا. اسبوعيا بقى بشيل السجاد كله وكنس ومسح زي ما قلت لكم، زي ما احنا بنعمل كده مع بعض. مفيش بقى غير الروتين الشهري اللي متعب جدا جدا، لاني بشيل الفرش ده نفسه ماشي، بغسله، والستاير معلش، والستاير وكل حاجه بشيلها اغسلها وارجعها بقى ايه مكانها تاني. ده روتين شهري ان شاء الله نعمله مع بعض. هجيب بقى الجاروفه ده ونجيب معانا ميه المسيح. نشيل بقى التراب بتاعنا. نبدأ بقى نمسح مع بعض. بصوا يا جماعة، يا أجمل إخوات، أنا بحط في المية بتاعة المسيح أي مسحوق عندي، أو لو ما عنديش أي حاجة بحط حبة شاور. المهم في المية يكون فيها أي مسحوق. وبحط طبعا حفظتوني، ولازم مع المية بتاعة التنظيف بحط حبة خل.
ماشي، عشان الروائح. يعني لو عندك مثلا الفينيك ده بتاع زمان عارفينه، برضو بيبقى حلو. حبة كلور، يعني اي حاجة في المية كده تساعد على التنظيف وكتطهير يعني للارض ونظافة، وبتدي ريحة كويسة. ماشي، وفي الاخر برش معطر. هكمل بيها عادي كده لان الشرشوبة فيها مية كتير. ماشي، والارض نظيفة ما فيهاش حاجة. يعني ده سيراميك كمان، يعني لما بيتلمع بيبقى زي الفل. وبعدين نيجي بقى من تحت الكنبة هنا عشان يبقى نكمل بقى الجزء ده. ماشي، بصوا عشان ما اطولش عليكم هعمل كده تحت الكراسي وبعدين همسح كده. ماشي، بصوا انا كده خلاص زي ما قلت لكم كده، خلصتها كلها مسيح. ماشي، انا بنشف دلوقتي. تمام، تعالوا بقى ايه نفتح الشباك مع بعض يهوي شويه وينشف معايا الارض. الهواء حلو هينشف معايا، وبعدين ابقى اقفل الايه الشيش. ماشي، هرجع لكم بقى بعد ما الارض تنشف. بصوا يا جماعه الارض نشفت معايا. ماشي، يا اجمل متابعين في الدنيا، لو انتوا وصلتوا بيا بالفيديو لحد يعني هنا، مش بيا انا، بالفيديو نفسه لحد هنا، اتمنى من حضراتكم كده تشجعونا عشان انزل لكم فيديوهات روتين كتير. يعني يا ريت بقى ايه بعد اذنكم تشتركوا كده وتحطوا لنا لايك على الفيديو، ده فضلا منكم طبعا. انا هقفل بقى الشباك، بس هسيبه بس كده، انا قفلت الشيش يعني. تمام، اجيب بقى الترابيزه. تقيله بس الحمد لله قدرت عليها. تمام، نمسح الترابيزه. الحته دي انا غسلتها تاني. ماشي، الحته القطن اللي معايا دي غسلتها بعد ما عملت بيها الترابيزات التانيه ونضفتها، وبعمل بقى بيها الترابيزه دي كمان. طبعا في حاجات مخصصه للمسح، وفي فوط صغيره وفي حاجات، بس انا حاليا ما عنديش. طبعا الجيش قالك اتصرف، فانا عندي حته قطن بصراحه بتشرب الميه ونضيفه قوي. يعني اي حته قطن دي بتبقى حلوه قوي لما تمسحي بيها، جميله. تمام، نجيب بقى المعطر. لازم المعطر ده بعد اي تنظيف في الروتين اليومي، كل يوم بعد ما بخلص شقتي خالص لازم برضو المعطر ده، بيخلي ريحه الشقه فظيعه، يعني بتفرق قوي في التنظيف. حلو قوي كده كفايه، بس عشان ريحته حلوه معجبه بيه شويه بس. بصوا كده يا حبايبي واخواتي، يا رب كده يديمكم في حياتي نعمه يا رب. وتشتركوا بقى عندي اللي لسه ما اشتركش، ده فضلا منكم علشان القناه تكبر بوجودكم معايا ونشوف مع بعض الروتينات بتاعتي. فاتمنى من حضراتكم وجودكم معايا يعني. ويا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. كده انا خلصت الصالون بتاعي، نفضته ونفضت الصالون نفسه والحيطان والشباك وكل حاجه، وكنسته ومسحته ونفضت السجاده ورجعتها مكانها، ولمعت الترابيزات عندي ورشينا معطر، عملنا حاجات كتير قوي. واستنوني بقى ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بروتينات جديده. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.